اهلا وسهلا بكم. النهارده اقولك ازاي تفرزي البسله بطريقه سهله جدا وبسيطه. البسله ماليه السوق، يلا هاتي شويه بسله كده وفرزيها عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين. الطريقه دي انا معتمداها من سنين ما بغيرهاش، بتطلع معايا زي المصانع بالظبط، لا لونها ولا طعمها بيتغير ابدا. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب لاختكم ام حمزه، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه سميت الله ومعايا 10 كيلو من البسله، وطبعا كل واحد بيجيب حسب احتياجه. اهم حاجه بقى لما تيجي تنقي البسله، نقي القرن المليان، اضغطي عليه كده وتلاقيه مليان زي ما حضرتك شايفه كده. قعدت فصصت البسله، وبعد كده ببدا اللي انا انقيها بالواحده، لو فيها حاجه فاسده، لو فيها ورق بسله، اي حاجه كده بطلعها على جنب. وبعد كده باخدها اغسلها كويس جدا واصفيها بالمصفى. لازم تغسلي البسله كويس وتتاكدي ان هي نظيفه ما فيهاش اي حبه فاسده، عشان طبعا البسله لما بنيجي بنطبخها وهي مجمده، فهتطلعي الكيس على طول على الطبيخ على طول، فلازم تكوني متاكده ان البسله بتاعتك نظيفه وزي الفل. بعد كده حطيت حله على النار فيها ميه، واول ما الميه غليت نزلت بالبسله، يا دوبك تقلب قلبه. بصوا ما شاء الله خضارها تحفه. بتصفيها وتطلعيها على طول على الحنفيه، تشطفيها كده شطفتين ثلاثه، وتسيبيها على الرخامه تصفي ميتها خالص. الميه المغليه دي ولا فيها ملح ولا ليمون ولا سكر ولا زيت ولا اي حاجه، ميه صافيه كده خالص. كل الحاجات دي بتغير من طعم البسله لما بتقعد وقت في الفريزر. فهي ميه مغليه، وبعد كده تطلعيها على ميه الحنفيه وتسيبيها تتصفى خالص، وبعد كده تعبيها. حابه تحطي جزر مفيش اي مشكله، بس انا بحب اعمل كل حاجه لوحديها. الطريقه دي سهله بسيطه جدا، انا معتمداها بالسنين ما شاء الله تبارك الله، تحفه. بتطلعي الكيس كده فريش. يلا بقى هاتيلك شويه بسله وفرزيهم بالطريقه دي، وانا واثقه ان شاء الله ان هي تعجبك. كده الفيديو خلص، ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب لاختكم ام حمزه. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.